أهلا بيكم معانا النهاردة في تحليل لموضوع شاغل ناس كتير قوي. السوشيال ميديا حرفيا مقلوبة بقالها فترة، وده كله بسبب بوست واحد نزله اليوتيوبر محمد حوارات عن مراته آلاء. فعلا بوست غامض جدا، مجرد ادعو زوجتي آلاء بالشفاء وربنا يعوض علينا. الكلمتين دول فتحوا باب لكلام وتحليلات. بالظبط، خصوصا إن الكلام ده جه بعد فترة طويلة من الكلام عن حمل آلاء، فالناس اتقسمت تماما. هي القصة كمان مش بس محمد وآلاء، لا ده في أطراف تانية كتير، حمدي أخوه، حسن ونهال، أهل آلاء نفسهم. الموضوع اتشعبك قوي. خلينا نحاول نفك التشابك ده ونشوف إيه وجهات النظر المختلفة. يعني إيه أول تفسير الناس بتتكلم فيه؟ بصي، أول فريق كبير من المتابعين راحوا في اتجاه إن موضوع الحمل ده يمكن ما كانش حقيقي أصلا، وإن البوست بتاع محمد ده بطريقة ما كأنه بيأكد كلام أو شكوك حمدي أخوه اللي كان قالها قبل كده. يعني ربطوا بين البوست وبين كلام حمدي القديم؟ طيب وعلى أي أساس؟ إيه اللي خلاهم يقتنعوا بكده؟ جورجيا وبعدها السعودية، ودي رحلة طويلة جدا بالعربية حوالي 20 ساعة. ده طبيعي الواحدة حامل؟ دي نقطة فعلا محيرة. وإيه كمان موضوع حجم بطنها في الفيديوهات، ناس كتير لاحظت إنها كانت ساعات تبان كبيرة وساعات أصغر، اللي هو مش ثابت. طيب وفي حاجة تانية؟ أيوة، في ناس رجعت لكلام والد آلاء نفسه زمان، لما اتسأل ما كانش بيأكد الحمل بشكل صريح ومباشر. وده طبعا خلى البعض كمان يشكك في دور الأهل، خصوصا الأم اللي ظهرت في فيديو حفلة تحديد جنس المولود وكده. بالظبط، ده غير ملاحظة إن محمد نفسه في فيديوهاته الأخيرة قبل الاختفاء ده كان زي ما يكون بيتجنب يصور بطن آلاء بشكل واضح. لازم نسأل، حتى لو كان فعلا مفيش حمل أو كان فيه تمثيل زي ما بيقولوا، هل ده يبرر الطريقة اللي حمدي تعامل بيها في الأول؟ يعني نشر الفيديو بتاع الضرب والإهانات العلنية لآلاء ولأهلها؟ لا طبعا، وهنا بقى الجدل التاني. يعني ممكن حد يكون شاكك في حاجة وده حقه، لكن طريقة التعبير عن الشك ده هي اللي عليها كلام كبير. الأسلوب كان غلط تماما بغض النظر عن مين صح ومين غلط في أصل الموضوع. دي نقطة مهمة جدا. طيب نروح للفرضية التانية، ودي برضو قوية ومنتشرة، إن آلاء كانت حامل فعلا، وإن جملة ربنا يعوض علينا دي معناها إن حصل فقد للجنين، يعني إجهاض. وده تفسير منطقي جدا بصراحة. كلمة يعوض علينا دايما بتيجي في سياق الخسارة أو الفقد، وناس كتير كمان ربطوا ده بالضغط النفسي الرهيب والمشاكل اللي حصلت الفترة اللي فاتت بين محمد وحمدي وتأثيرها على آلاء. بيقولوا إن الزعل والضغط ممكن يعملوا كده فعلا. أكيد الضغط النفسي تأثيره معروف وممكن يسبب مشاكل صحية كبيرة، والإجهاض واحد منها للأسف. بس حتى الفريق ده اللي مقتنع إنها كانت حامل وفقدت الجنين رجعوا يتساءلوا تاني بسبب الصورة والفيديو اللي نزلوا لآلاء من المستشفى. إيه اللي كان غريب فيهم؟ بصي، كان في كذا ملاحظة. أولاً المكياج، يعني الروج اللي كانت حطاه، هل ده طبيعي الواحدة لسه فاقدة جنين أو تعبانة قوي؟ تانياً شكل العين في الفيديو، ناس قالت دي مش قفلة عين حد نايم طبيعي، دي أقرب للتمثيل. وفي كلام كمان عن شكل الجسم. أيوة، ناس علقت إن الجسم شكله منتفخ شوية. هل ده تسمم حمل ولا الصورة نفسها مش دقيقة أو فيها تعديل؟ أسئلة كتير. والتوقيت كمان لعب دور في الشكوك دي، مش كده؟ جدا. يعني هم ليه اختفوا حوالي أسبوع قبل ما ينزلوا البوست ده؟ وليه في الفترة دي أهل آلاء نفسهم كانوا بيظهروا عادي في فيديوهات تانية زي خروج الدريم بارك أو فيديو الأرنب؟ لو بنتهم في الحالة الصعبة دي ده طبيعي؟ وأخوها اللي منزلها ستوري يدعي لها دلوقتي، بس ليه مش من أول الأزمة؟ كل دي حاجات خلت الناس ترجع تشك تاني، وتوصلنا للاحتمال الثالث، اللي هو إيه؟ إن الموضوع كله أو على الأقل جزء منه ممكن يكون شو إعلامي مقصود. يعني محمد عمل البوست غامض كده عشان يشد الانتباه ويبقى ترند، زي ما بنشوف ساعات يوتيوبرز تانيين بيعملوا. زي ما حصل قبل كده مع حسن ونهال لما أعلنوا حمل وطلع مش حقيقي ساعتها. بالظبط، وممكن تكون آلاء فعلا مريضة بس بحاجة تانية خالص غير الحمل. يعني في ناس قالت يمكن عندها مشكلة في العصب السابع أو حاجة تانية. وهنا برضو رجع اسم حمدي يتربط بالموضوع. في ناس بتقول يمكن هو اللي نصح محمد بالخطة دي عشان يلموا الموضوع بعد الخناقة الكبيرة. وده يفسر ليه حمدي نفسه بعد بوست محمد تصرفاته كانت غريبة على السوشيال ميديا. ناس كتير فسرتها كده،
يعني ستوريز توم وجيري واللحمة اللي فيها تلميحات ساخرة، وفي نفس الوقت مفيش أي ستوري واضحة بيدعم فيها أخوه أو بيواسيه. غياب الدعم ده كان ملحوظ جدا من حمدي وحسن كمان. ده في سيناريو كمان الناس بتتكلم فيه، إن سفر حمدي لمحمد في الإمارات ما كانش للصلح الحقيقي أصلاً. بالظبط، بيقولوا إنه راح عشان يساعده يرتب إزاي يخرج من قصة كذبة الحمل دي، عن طريق إنه يختفي فترة وبعدين يظهر بصورة المستشفى الغامضة دي. محمد بصياغة البوست بتاعه كان ذكي جداً. طبعا هو معلنش أي تفاصيل، لقى الآلاء مريضة بإيه بالظبط، سابها عايمة عشان يشوف ردود الأفعال ويمشي على أساسها. تحليل معقد فعلاً، والموقف نفسه متشابك جداً. جدا. وفي النهاية لازم نقول إنه كل دي مجرد تحليلات وتكهنات بناء على اللي ظاهر لينا. الحقيقة الكاملة لسه مش واضحة. الكلمة الفاصلة هتكون عند محمد أو آلاء لما يقرروا يطلعوا ويتكلموا بوضوح. وده بيخلينا نفكر في النهاية في سؤال أهم: مين المسؤول لما الحكايات الشخصية على السوشيال ميديا توصل للمستوى ده من الجدل والتشابك والتأثير النفسي على أصحابها؟ وهل الجمهور ليه دور في تصعيد الأمور دي بمجرد المتابعة والتعليقات والتكهنات؟ سؤال مهم فعلا ومحتاج تفكير. يا ريت لو التحليل ده عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو، ولو تعرفوا حد مهتم بالموضوع ده شيروا الفيديو معاه. دعمكم ده بيفرق معانا جدا وبيشجعنا نكمل. نشوفكم في تحليل جديد قريب إن شاء الله.